نعم يا جماعة الخير، قررت في هذا المقطع اني اتزوج. نعم اتزوج. دائما اللي حولي حوالي دائما يقولون وليد ملقوف، وليد عنده فرط حركة، فعندنا مثل يقولون زوجوه عشان يعقل، فقررت في هذا المقطع اني اتزوج. ولكن مين الشخص اللي بيقنع الوالد ويفاتحه في الموضوع عشان يروح يخطب لي؟ ما له الا ولد جارنا. عزيزي المشاهد، انت معي من الحلقة هذه من اول دقيقة لين اخر دقيقة، تشوف كيف يعني ابدا واستعدي لين اتزوج ان شاء الله باذن الله. والله بتحمس، تروني صامل، تحسبيني اطقطق. دق عليه يا اخوي. اصبر. عباس. الو السلام عليكم. السلام عليكم. هلا عمي، اخبارك طيب؟ الله يحفظك. اقول لك يا عمي والله وليد يبغى يتزوج وجاني اليوم وقال لي انا ابغى اتزوج، اتصل للوالد. اي أيوة والله. قل له قد المسؤوليه، قل له. لا والله ما شاء الله، والله رجال كفو ورجال ذيب وقد المسؤوليه. ماني ذيب، الذيب حيوان، لا تحطني في متاهات. ايوه لا والله الموضوع عندي. هي الموضوع عندي والله عندي. هي هو قل له ابغى اتزوج، ابغى اكمل نص ديني. عمي ترى الموضوع عندي، انا بدي مهمات تمام، لو نجح فيها ابشر، موضوع لو نجح فيها الموضوع عندي، ما نجح فيها توكل على الله. يعيش عزوبي. ايش عزوبي؟ والله ما ايش عزوبي، اقسم بالله ما ايش يقلع ابوها. طيب مو والله ما ايش عزوبي. ايش قال؟ الوالد موافق. عزيزي المشاهد، وافق ابوي مبدئيا. ما وافق. كيف ما وافق؟ ما وافق. يرحم امك. ايش اطلع اقول لك ترى في مهمات، لو نجحت فيها ترى بنزوجك. 4 مهمات تراها للساعه 9. طيب نجحت فيها مهمات كيف؟ الحين مهمات زوجيه يعني. اشرحها لك الحين. طيب نجحت فيها حلو تتزوج، ما نجحت فيها طب وجهك من الباب هذا، ما لا شغل. طيب اسمع، طيب تمشيني في المهام لو ما لا انا اخذتها في ذمتي، ما مشيك يا اخي. تمشي، هذه حياه زوجيه ما اقدر امشيك فيها يعني مره ما ما اقدر مره والله. وش مواصفات زوجتك المستقبليه؟ مواصفاتها اول شيء، مواصفات زوجتي المستقبليه يعني اول شيء غمازات هنا وغمازات هنا وغمازه هنا. طريق حفر، هذا حفر يا اخي وش دخلك يا اخي؟ هذه مواصفات. وش دخلني؟ عرفت؟ وتدلعني دائما يا اخي. امزح يا اخي، طقطق وتدلعني دائما. طيب ما لك دخل في الامور هذه، خلاص هي خصوصيه حياه زوجيه. لا امزح. ايش دخلك؟ حاجه بسيطه بس يعني مو مره. طيب هي الحين المهام. وعزتي وجهالي اقسم بالله ترى المهام هذه في ذمتي والله، لما حققتها وما انتصرت فيها ما لك زواج، ولو نجحت فيها الوالد يروح يخطب لك. نبدا في المهام الاولى. شفتها العروسه اللي تختارها انت، العروسه اللي تختارها انت نقي عليها وابشر. الحين الوالد يقعد على الساعه 9 بالضبط، اقول له فلان بنت فلان. المهمه الاولى عندك، تفضل. وقف تفضل يلا. ايش امشي يا اخوي. المهمه الاولى عرفت لازم هذا ولدك؟ هذا ولد ما يشبهني. شوف العيون. لا يشبه العيون كيف زرقاء، نفس الشقار، نفس كل شيء ما شاء الله تبارك الله. يخليكم البعض. شوف المهمه الاولى المهمه وعزتي وجلالي تخسر ما في لك زواج. ما بجامل. طيب لو خسرت في مهمه واحده، ولو خسرت 3 مهام بنجح فيها. المهمه الاولى وش هي؟ الولد هذا يبكي، سكته. الحين هو يبكي، ثواني اقرصه. ولد يقرص ما لك دخل. حلو. الحين يبكى، سكته. طيب ودي عند امه. كيف عند امه ما موجوده؟ وين هي امه؟ ايش دخلك؟ وزوجتي اعتبر هذا ابنك، اعتبار ان ابنك. سكته. كيف اسكته؟ اسكت. ما بيسكت، ما بيفهم صح؟ كيف يفهم لك؟ طفل صغير يفهم لك. اي صح. طيب روح جيب له حليب ولا صلح له حليب ولا شيء. كيف حليب؟ حليب كيف تجيب له حليب انت؟ ما انا ما زول. اسمع انا جد انسان جاد. ما اروح البقاله السوبر ماركت. كيف بقاله؟ اروح اجيب بقاله مسكر الحين الساعه 12 بالليل. طب اجيب من تطبيق هنجر عشان مو اعلان. ما في مزح. سكته. طيب اقول لك سكته. طيب هو خايف منك اصلا. كيف خايف مني؟ من ايش؟ من ايش خايف مني؟ قلت وجهك تجو يا يابا. عي ما يا ولد ما يسكت. عي ما يسكت يا يرحم امك. ترى هذه الحياه الزوجيه كذا اصلا. قرمش يا ولد. والله ما في اي متعه في الزوجيه، الحياه الزوجيه من اول ما. يا اخي عي ما يسكت، اسكت انت. لا معلش. طيب عشان تنجح في المهمه عشان تتزوج ما تبغى زواج انت؟ الا ورب المصحف اني احتاج للزواج يا. ايش هذا؟ اصبر يا اخي عي ما يسكت، الله يقلع ابوه. استغفر الله. انت ابوه. امه يا اخي ذا عي ما يسكت يا جماعه. هذه الحياه الزوجيه كذا. طيب لازم امه وين هي؟ امه راحت. انا ايش دراني؟ ترى هي زوجتك، ايش دراني انا؟ اي صح يا اخي. طيب ما سكت يا اخي. كيف انا ايش دخلني؟ كيف ايش دخلني؟ انا ايش دخلني؟ انا علمتك. لا اسكت.
ما سكت درك ما بتنجح فيه. طيب اذا ما سكت اوديه المستشفى. لا ايش مصيبه، هو مريض؟ احس انه مريض. ما مريض هو، ولدي يعرف ملامح وجهه. مو مريض انا اعرف. خلاص اسكت 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 اسكت. اوه اوه يا اخي عي. اوف عي ما يسكت. ايش سويت؟ سكت والله سكت. والله خلاص. هاي رحم امك لا تحط سكت. لا والله نسبت. خلاص يا بابا نوم. رسب ترى سالم. خلاص عزيزي المشاهد سكت. خلاص. ترمي ابنك. لا انت ما عندك مخ ما عندك. انا اسلوب مع اولاد ايش دخل؟ كيف؟ اسره ايش ما دخل فيها اسرتي. انا اقول لك خصوصيه هذه مهمه. بابا. انا ما احب امزح، اتكلم معك انا وتراك فشلت فيها. لا ما فشلت والله انك فشلت. لا تقطع برزقي. ترمي ابنك. لا تقطع برزقي. ترمي ابنك. ما ارميها احطها في عيني. ليش رميتها؟ رميتها على ينام. ترك فشلت في لا ارحم امك. باقي لك 3 مهمات. يلا توكل على الله يا اخي ابغى اتزوج لا تقطع برزقي. خلاص ترى باقي ساعه جماعة ونص. الخير ابغى اتزوج، ترى باقي ابغى اشوف ساعة ونص. حياتي الزوجية. ابغى الوالد عطى كم اعطاك 4 مهام. 4 الحين مهام. باقي لك ساعه ونص. ترى علمتك باقي لك ساعه ونص. عطاها 4 مهام وهو يجيب مهام صعبة. جايب لي دمية يا جماعة اخر وخر كمان. لا جايب لي دمية تبكي 24 ساعة. اي ما يسكت يا يا اخي. ابني هذا ولدك لازم تربي. وش لعبة ولدي؟ تكلم انا خليني اخلص كلامي. هذه حياه زوجيه، هذه حياه، سنه حياه، هذا مستقبل لقدام. هذا ابنك لا ترمي بالشكل هذا. انت قدوه، زمن تتزوج بيكون قدوه لكل شخص، قدوه لابنك. زمن حد يشوفك ترمي في ابنك كده. تأثرت. ولدي طلع لعبة. من وين اخذته ولدي؟ من بلاد حق الالعاب ذا. ايش العب؟ لقيته هناك ولدي وجبته لي. ابوي الله يعطيك العافيه والله اني قد المسؤوليه، والمهام اللي صلحتها كانت تمام، بس انه هو جايب لي اشياء صعبه. ما صاحبه. هذا يبكي. هذه حياة. وش هذا؟ وش هذا الطفل ذا؟ وش تحدي 24 ساعه يبكي؟ ابنك. ما عي ما يسكت. هذا ابنك. كيف ابني يا ولد؟ سوق امه. اقول لك ابنك هذا مستقبلين ابنك كذا. خلاص طيب تمشيني. ما مشي، انا مشيك في الصح لكن ما مشيك في الغلط. هذه غلط، هذا تربيه. ترمي ابنك كذا. لو شفت هذا في شيء شخص ثاني رمى ابنه يرضيك؟ لا والله ما يرضيني. خلاص بس ما هو ولدي. خلاص ما هو ولدي اقسم خلاص بالله أنا ما هو ولدي. ولدك. والله العظيم ولدك لا تكثر كلامه. هذا ولدي. ولدك. طيب ولدي ايش فيه ما نام؟ عيونه كذا مفتح. شوف ولدي عي ما يرمش. تضحك على ابنك؟ لا خلاص تراك والله ما فشلت. ولد ايش اقول لك فشلت فشلت. تراك فشلت في المهمه هذه ونروح المهمه الثانيه. المهمه الثانيه لازم تنجح فيها. المهمة الثانية خففها. أو ترى خلاص، وانا زواج يا خلاص. حبيبي لا تهدم خلاص. حياتنا يا هو. المهمه الثانيه انت مع اخوياك. حلو انا مع اخوياي. ايوه في الاستراحه حلو. متكئين وتلعبون بلوت مع اخوياك. حلو. دقت عليك زوجتك. حلو. طيب قالت لك تعال ابيك تقول لها كلام حلو تراضيها تجي. المهم تتكتك معاها. يعني قصدك ترضيها انها بس. تكلمني وكذا تقول وين كذا وانا ارضيها واقول بجي. ايوه خلاص كده. تمام. يلا الان انا بمثل لك اني زوجتك. مهمات اضحك. طيب ابى اعيش الدور كيف تكلمني؟ الان بكلمك. يلا تكلم اشوف. طيب قل قلد صوت بنت. حبي. ابغى صوت يعني بنت. صوت بنت اقول لك. يلا قول السلام عليكم. السلام عليكم. كذا. ايه كيف الحال؟ الحمد لله انت كيف؟ هلا والله. حبي بيبي هلا والله يا قلبي. وينك؟ انا قاعد العب مع اخوياي سكت بلوت وبجي ان شاء الله. أبيك تعال لي. ايوه بس اني قاعد العب معهم سكت بلوت اخلص واجي. لا طيب أنا لا ها أنا ولا البلوت؟ لا انتي بس اني قاعد اخلص خلاص لا الا بخلص وبجي. طيب احسبي لي لا 15 دقيقه وبجي. لا احسبي ما ابغى اخرب على اخوياي بجي. لا حبي لا خلاص يا قلبي خلاص انتظري شويه وبجي. لا الحين يا اسكتي ولا كلمه. انا اذا قلت الشيء قولي لا خلاص. فشلت كيف فشلت؟ فشلت يا اخي اقول لها تقول لي لا. لا كيف تقول لا اتفهم معاها؟ كيف اتفاهم معاها؟ هي تقول لا. اروح لها. يا جماعة الخير الحين خلني اتفاهم معهم. الحين اذا صرت مع زوجتك مرة كل شيء ايوه وتقولي ايوه انا ايوه خلاص بتصير ايش تشوفك ما خفت. ليش ما رحت لا لها؟ بس ليش ما رحت لها؟ كل شيء اقول لها تقعد عشان اخوياك؟ لا قلت لها انتظري شوية. عشان ايش؟ هي اخوياك صح؟
ما بخرب اخرب انك تصفي خوياك يا رجل. روح لزوجتك. انت أي. من النوع اذا تزوجت اخوياك ما عاد شافوك خلاص. اسال اي انسان متزوج يطيع زوجته وتطيعه، تصفي خوياك، تصفي البلوت، طز. طز اوكي. بس يا اخي كيف لا. انا قاعد باسلوب يا اخي. لا هذا ما اسلوب. خلاص والله اني خلاص. عدها اذا ما عيد ايش؟ عدها انا بقول لها ترى فشل في يا المهمة عمري. الثانية والحق في المهمة الثالثة. يلا يرحم امك خلاص تكفى اقول لك ما في شيء. ايش بك؟ حد ما يعرف رومانسية، ما يعرف كلام حلو. قول له كلام حلو عشان تنجح في المهمة. مشها يا زول، مشها يا زول. يا زول تراك بتهدم حياتي يا زول. طيب سؤال ذا الحين لو صار لك الموقف نفس الموقف اللي معي بس بدل البلوت، انت في مجلس رجال حلوين واتصلت عليك زوجتك وكلمتها قالت الو بيبي لو سمحت تقدر تجي عندي انا طفشانه وانت في مجلس رجال. والله اسحب عليهم. كذاب. والله اسحب على الرجال. والله رجال يا ولد. والله اسحب عليهم. مجلس. والله اسحب عليهم. هذه زوجتك يا رجل، زوجتك. ايوه بس انت في مجلس رجال وباقي ما قد قلطت على العشاء وباقي الزوجة كل شيء حياتي، الزوجة مستقبلي. انا معك انا معك. الرجاجيل ما ابغاهم، ابغى زوجتي. ايش الرجاجيل؟ ايوه سمعتوا؟ ترى بعلمك الثالث هذا لو نجحت فيه بتروح للرابع. حلو. لو ما نجحت فيه الرابع مكنسل وخسران. خسران. المهمة علمتك جماعة الخير، المهمة الجاية إذا خسرت فيها إيه؟ تمام يعني ما في زواج. ما في زواج. يرحم أمك. هذه. حتى لو فشلت فيها يا أخي قدرني يا أخي قدرني يعني. كمان ما تدري. لا إيدك. لا إيدك. أوزن لك الثوب يا أخي قدرني الحين. هذا مستقبلي كأنك تقطع رزقي. شوف أنا علمتك، باقي لك واحد. لو فزت فيه بنروح للرابع، ولو فزت في الرابع بنروح بديك واحد خامس. قصرت معاك؟ أبيض الله وجهك خلاص. لكن خلاص. لو فشلت فيهم إيه؟ كنسل الموضوع ونقلع. لا اشوف وجهك ابغى حياه زوجيه. لا اشوف وجهك هنا. شفتوا عريف الفصل اذا وقف في الفصل ومصلحين اني عريف وكذا، اعطوه المسؤوليه لاول مره كذا. تحرك. طيب ما في هذا نظامك. اسمع يرحم والدك مشني ترى يا اقسم بالله انا حياتي اني ابغى اتزوج، ابغى اشوف حياتي، ابغى اعيش، ابغى اشوف اولادي في المستقبل. خلاص والله العظيم يا زول انت بتحرمني الحين. لا والله المهام اللي اعطيتني فشلت في 2 وباقي واحدة. إذا هذا ما بتزوج الحين الله يرحم والديك مشيني. خلاص تمشيني. الله يبيض وجهك. ذكرتني يوم كنت عزابي. ذكرتني يوم كنت انا عزابي. بالله كيف كانت الحياة سوداء. والله اسود مني. حاول انك تجتهد. طيب اجتهد زول. امانه مشيني. خلاص ابشر. الله يبيض وجهك. خلاص يتكنسل المهمة الثالثة بيمشيني الزول. الله يبيض وجهك. لا في المرحلة الثالثة لو نجح حيواصل للمرحلة الرابعة، لكن لو ما نجح حيفضل طول حياته عزابي ممرمط، يصحى نص الليل يبكي، ما حد يشتغل به، ما حد يزعل عنه. ترى انا علمتك. ابيك اعطيك في الثالث هذا، المرحلة الثالثة هذه شيء سهل مرة. ايوه نبغى شيء سهل. صعب لي يا اخي تنرفزني قبل شويه. شيء سهل يا اخي عطني شيء سهل. ولا انت حسودي ما تبغاني اتزوج يا اخي. شوفي ما ادري ايش هذا. لا احط هذه بدل راسي. كيف تكون باكيني؟ لا امزح. شيء سهل. الله يبيض وجهك. مرة سهل لابعد حد. حلو قل لي وش هو. قل لي انت الان زوجتك زعلتها. مين زعل؟ خلاص اسكت. والله ما زعلها. خلاص ويني يا شيخ؟ انا براضيها الحين. ويني بقول وش خلاص الحين ابيك تروح تراضيها، تجيب لها هديه. اجيب لها هديه. تجيب لها هديه حلوه هديه حب. ابيك يعني هي معصبه الحين زعلانه. كيف تكفي طق براسها. امزح ايش؟ امزح. لا والله اني امزح. والله اني اطقطق. ما تمزح ثاني. والله ما امزح. والله اني ما امزح. ايش فيك يا زلمه؟ تحبها؟ زوجتي المستقبليه اكيد والله اني احبها. يعني واحد زوجته ما يحبها والله العظيم احبها. احطها في عيني واشيل عيني واركبها هنا واسكر عليها واغلفها واحطها هنا وامشي كذا. وين الكلام هذا من اول ما موجود؟ افتح امشي كذا اصبر. تعال امشي جيب هديه. ادخلها البيت واسكر واجي وامشي. زوجتي يا اخي هذه. من اللي ما يحب زوجته يا اخي؟ زوجتي والله العظيم افك البنكرياس والكلى اسحب بدون عمليه بدون اي شيء. لا تذكرني خلاص.
ذكر زوجتي، روح جيب هديه لها وراضاها خلاص. وحتكون نجحت في المهمه. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اني اجيب هديه تنبسط منها. بسم الله. جماعة الخير والله اني محتار وش الهدية، ما ادري كيف بتكون. اقول لك يا رح، باقي 5 دقائق. 5 دقائق. ايوه لازم 5 اجيبها دقائق. هذه. يلا خلاص جيب الحين يلا. حتى شغلت الموتر وانا هناك. يلا اسرع. اركب بسرعة يا اخي. الباب مسكر، خلي يفتح الباب. ما عليها اكسر ابوه. خلي يفتح الباب. لا عادي بشيلها عادي. كيف عادي؟ يلا هذه العيون زوجتي لازم تفداها بعمرك، صح ولا لا؟ بعيونك يا رجل. يلا يلا انت خليك في السيارة. ها طيب انت خليك في السيارة وانا بروح اجيب واجي. يلا اسرع. شوي يا اخي زوجتي يا اخي ما ينفع. حبيبي زعلانة لازم اراضيها. شوي حموت، احنا حموت. ايش دخلني في زوجتي مثل زوجتك؟ عيني يا اخي، اجيبها افك لها عينها. ايش دخلني في يا زوجتك؟ اخي حتى ولو لازم حسقطك. سوبر ماركت. لا حسقطك. لا خلاص. يلا امزح. جماعة الخير محتار الحين وش اجيب هدية. يا اخي ما افهم في الامور هذه. اجيب لها ادوات النظافة؟ لا يا وليد ركز. طيب اللي يفزع لك شات GPT، والله ان هذا اللي يفزع لي دائما اذا صلحت مصيبة ولا صلحت شيء. السلام يا اخي اتوقع انه انسان. طيب لو سمحتي الحين زوجتي زعلانة علي، كيف اراضيها واجيب لها هدية؟ ركز على الصدق والاهتمام، كلمها بشكل هادئ واعترف انك فهمت مشاعرها. قل لها انك مهتم باصلاح الوضع ومستعد تسمع. الهدية خليها تعبر عن. طيب هي الحين معصبة مرة، تمام، ابغى اجيب لها هدية تكون سريعة، عندي 5 دقائق لازم اجيب لها هدية لانها مرة متنرفزة، فما ادري وش الهدية، اعطيني اي هدية. بما انك مستعجل خذ شيء سريع لكن له معنى، مثلا بوكيه ورد جميل بلون تحبه هي، او صندوق شوكولاتة من نوع مميز. المهم تعبر لها صندوق؟ انك فكرت فيها. طيب حتى لو عادي اجيب لها قدر ضغط، يعني هي يمكن تحب الطبخ. إذا هي تحب الطبخ فعلا ممكن يكون قدر أو أداة طبخ فاخرة فكرة لطيفة عشان اكل معها. ولا يهمك إن احتجت أي شيء بعدين أو حبيت تشاركني باللي صار. أنا موجود. طيب بالتوفيق. اعطيني نكتة تضحك وانا ماشي. طيب اسمع هذه. مرة واحد قال لصاحبه أنا أقدر أضحكك في 3 كلمات. قال له جرب. قال فاتورة الجوال وصلت. أتوقع ابتسامتك صح؟ ايوه. اقول لك انا عندي نكتة حلوة مرة. حلو، أنا متحمس أسمعها. عطنا النكتة وخلينا نضحك سوا. يا شيخ هلا والله كيف السلام الحال؟ عليكم. طيب اخبارك؟ ايش الحال؟ والله ليش تكون غير تابع مقاطعنا؟ والله اتابعك والله كفو. لا تنسى اللايك والاشتراك. واذا ما تبي تشترك اشترك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يلا مع السلامه. في شيء ولا ولا شيء؟ شيء الله يحفظك. الله تسلم يحفظك. مع الله السلامه. يستر عليك. معلش هذا واحد من متابعيني. ولا يهمك، شيء جميل إنك تتفاعل مع متابعينك بهالشكل. أي شيء ثاني تحب تشتغل عليه أو تحتاج مساعدة فيك؟ الله يعطيك العافيه. طبعا سمعتك، وأحس إنك تحب تنشر طاقة إيجابية مع جمهورك. استمر بنفس الأسلوب وإن شاء الله دايم متألق. شات جي بي تي بقول لك شيء، الحين ان شاء الله باذن الله راح ابث في برنامج الكيك، تمام، بث كل يوم وسوالف وطقطقه مع متابعيني وهذا، بحط لهم حسابي، اقول لهم اي شيء عشان يتحمسوا ويحضرون بثي ويشتركوا في بثي في الكيك. أكيد، قل لهم إنك بتكون معهم يومياً على الكيك، تسولف تضحك وتشاركهم أجمل اللحظات. قل لهم إذا تحبون المتعة والفلة تابعوني واشتركوا في البث وخلونا نعيش أجواء ما تنسى. نسيت سحبت على النكته، يقول لك في 1 2 3 راح امريكا رجع 1 2 3 اضحك بالله. حلوة، ضحكتني فعلاً. خلاص. ايوه لقيت القدر. خذ وقتك، أنا معاك وما في أي استعجال. طيب الحين القدر اخذ صغير ولا كبير؟ بس انه صغير احسن انه ما في الاثنين في البيت. بما إنه ما في إلا 2، الحجم الصغير بيكون عملي أكثر، بيفي بالغرض بدون ما ياخذ مساحة كبيرة. يسعد يعني امك يسعد امك. ايوه كذا توفير. طيب بالفعل كذا أنت شوي جمعت. انا ذلك يمكن ينكسر الجوال وتتكسر حياتي. فعلا الأغراض اللي قابلة للكسر ممكن تخلي الواحد متوتر، فالأفضل دائما عملي ومتين. اصمتي قليلا. لقد أكيد. خلاص تمام. كل المحلي قاعدين يطلعون فيني. خلاص شكرا لك. إذا حسيت إن اذا خلاص الناس يطلعون فيني.
السلام عليكم. كيف الحال؟ الله يسلمك. اخبارك طيب؟ يا مرحبا. اخبارك طيب؟ يا مرحبا. اهلا وسهلا يا مرحبا. كيف الحال يا بطل؟ يا مرحبا. تو صورة. واضح انك محاط بناس تحبك. اصمتي قليلا. يا مرحبا اهلا وسهلا حياك الله. القدر اهم شيء. ان شاء الله في المهمه هذه اني بنجح. وعلمني شو ابغى اشوفه. دقيقة، ابغى اشوفه. انا حلفت لك في السياره انك ما تشوفها الى ما اوصل. اول شيء الهديه طول العمر السلامه هي له تمره واحده في عين محبوبك تسوى بلد. لا اسمعني. أيوة. انا قررت فكرت قلت ما اجيب ورده بتموت ثاني يوم وكذا ثالث يوم، ابغى شيء دايم، شيء بتنبسط منه. فحنا شخصين، فقررت اني اجيب هذا القدر يكون اطبخ فيه اندومي اخر الليل او شيء. ايش هذا؟ قدر يا قدر. طيب وش اجيب؟ ورد احمر، بالونات حمر. جيب اشياء حب. وش اللي اشياء حب؟ هذا حب. هذا حب جيب اشياء كذا قدر نطبخ فيه. انا بموت. انا تعبت. نجحت. نروح للخطه الرابعه. ايش نجحت؟ فشلت. هد ترى رجال فشل وفشل. ادعموا بلايكين باي مشترك، اي احد يخليه يستفيد منها. خلاص وصلنا الى نهايه المقطع يا جماعه الخير. كانت نيتي يعني ادق على الوالد ويخطب لي، وبعدها صور لكم الزواج والحياه واعلم لكم كيف الحياه الزوجيه، ولكن حصل ما حصل. وصلنا الى نهايه المقطع. لا تنسى اللايك والاشتراك، وان شاء الله في حلقات جايه.